السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص جرائم وقعت بإحدى مناطق المغرب، واحد المنطقة ما بعيداش على مدينة مرة. الدرك الملكي غادي تجي عندهم واحد السيدة باش تحط واحد الشكاية غريبة جدا. غتقول لهم اسيدي بأنه راه تسرقوا ليها الحوايج. واش كاين شي ناس كيديكلاريو بالحوايج؟ الدرك الملكي كيتعاملوا مع الأمور بجدية، كيف ما كانت نوع السرقة راه كتسجل، سواء كانت بقرة سواء كانت دجاجة. سولوا هاد السيدة كيفاش تسرقوا لك الحوايج، قالت لهم اسيدي راه انا نشرتهم، درتهم فوق السلك، نشرتهم والصباح لقيت السلك تيصفر، هذاك اللي جا راه جمع هذاك الشيء كامل وداه معاه والسلام. الدرك الملكي غادي يمشيو معاها للدار يقلبوا فعلا الحوايج فين كنتي داراهم. هنا فعلا خداو داروا معاينه ديالهم، قلبوا لي لقاو شي بصمات تما ولا شي حاجه، للاسف ما لقاو والو ومشاو في حالهم. سيمانه بعد ذلك واحد الدوار اخر ما بعيدش على الدوار الاولاني اللي جات هذيك المراه عند الدرك الملكي، واحد السيد من الناس اللي تيمشي لفرنسا وتيجي غيقول بانه راه يلاه اليوم جا من فرنسا ودخل الدار ولقاها كتصفر، والدار كان فيها اثاث اللي هو غالي، يعني كانوا فيها زرابي، كانوا فيها طوابل، كان فيها شويه ديال الذهب. دار يعني دار ديال الناس اللي كاينين في فرنسا ملي تيجيو الصيف راه تيجلسوا فيها، ولكن جا لقاها كتصفر. الدرك الملكي غادي يمشيو معاه يديروا المعاينه، فعلا الدرك راه فعلا الدار كتصفر. سولوه واش لقيتي الباب محلول ولا لقيتيه مسدود؟ قال لي سيدي انا لقيت الباب مسدود، ولكن فاش دخلت للدار راه ما كاين حتى حاجه. الدرك الملكي سولوا الناس اللي ساكنين حدا هذيك الدار واش ما شفتوش شكون اللي سرق هاد الدار؟ حتى واحد ما شاف شي حاجه، كما العاده حتى واحد ما شاف شي حاجه. سولوا مول الحانوت اللي مقابل مع هذيك الدار ما شفتيش شكون اللي يدخل؟ لا ما شفت والو، حتى حاجه ما شفتها. مشات ايام، عاوتاني شي سيمانه تقريبا ولا شي 10 ايام، واحد الدوار اخر ما بعيدش بزاف غادي يجي عاوتاني واحد السيد وغادي يقول لهم بان راه الدار راه تسرق منها التبصيل ديال البارابور، داك التبصيل اللي تيديروا الناس الفوق باش يشدوا القنوات ديال التلفازه. مشى، وواحد الجرائم هادو كيتكرروا بزاف، تقريبا شي عام ديال التكرار ديال هاد الجرائم هادو ديال السرقه. كاين اللي تسرق ليه الحوايج، يتسرق ليه الدار كلها تقرقبات مشات، كاين اللي تسرق ليه التبصيل ديال البارابور كله وشنو تيتسرق ليه. الدرك الملكي كثر عليهم الضغط، كيقولوا ولاو الناس تيبداو تيقولوا الناس واحد الناس ما تيخدموش ما مقابلين والو وكذا الى غير ذلك. ولكن هاد السيد هذا اللي شنو العلاقه بين هاد الدواور هادو وكيجي بالليل كيسرق وما تيشوفوا حتى واحد؟ كيفاش هذا الشيء غريب جدا. وهاد السرقات كما قلنا كيتعاودوا، والو ما استطاعوش يوصلوا لهاد السرقات. واحد النهار عاوتاني واحد السيد غادي يجي ديكلاري بان التيليبوتيك ديالو كان ديك الساعه التيليبوتيك الحاجه اللي ملي تيجري شي واحد شي مكالمه تيبي يتصل بشي واحد راه تيمشي للتيليبوتيك تيرمي فيها الفلوس وكيهضر في التليفون. وكان التيليبوتيك ديك الساعه مروجه فيها الصرف نيت. قلت لك هاد النهار هاد السيد هذا جا عند الدرك الملكي قال لهم بانه راه سرقات ليه التيليبوتيك اللي فيها صرف كثير، دراهم كثير. الدرك الملكي عاوتاني غادي يمشيو تما ياخذوا بصمات، ما كاين بصمات. يعني هاد السارق هذا وهذا اللص هذا خطير جدا، كيفاش حتى واحد ما كيشوفه، وكيفاش الجرائم ديالو متنوعه. كل مره يسرق عرفتي شنو، يطلع للدار يحيد التبصيل ديال البارابور، يهدي معاه الساروت 10 و20 حل هنا زير هنا، ويهز التبصيل ويديه فين تيحط هذا الشيء كامل. الا شفنا كيف فين تيحط هذا يعني انا خاصو شي ديبو كبير يجمع فيه هذا الشيء كامل. واحد النهار ولا واحد الصباح واحد السيد كان قريب للسلطه، خدام خليفه، جالس حدا واحد مول الحانوت، وواحد البنت غتجي للحانوت ما غاديش تقدا، غتقول لمول الحانوت عافاك جمع لي هذا الصرف هذا، وجابت ليه صرف كثير، الدراهم صرف كثير وغير الدراهم. هذاك السيد اللي قلنا خدام في السلطه شك في العمليه، فين غتكون هذه لقات هاد الدراهم هادو؟ فاش كتجمعهم كنت تجمعهم غتجمع 5 دراهم، غتجمع 4 دراهم، غتجمع 20 درهم، غتجمع 10 ريال، غتجمع 4 ريال هكا. ولكن السيده جابت غير الدراهم، والسيد راه في خبارو بان التليبوتيك راه تسرقات. هز التليفون اتصل بالدرك الملكي، عاود ليهم القصه بان راه السيده جات عند مول الحانوت وجايبه ليه غير الدراهم، والدراهم كثار بتجمعهم. الدرك الملكي جايين في الجيب طايرين حيتاش عليهم ضغط كبير، ومن الفوق تيغوتوا اش ما خدامين ما دامين، الناس راه تتشكي اش كديروا، جايين الجيب ديالهم طايرين. ووصلوا عند هذيك السيده في الدار، لقاوها حدا واحد الفران تقليدي كطيب الخبز. فين ساكنه هنا. قلبوا للدار ديالها ما لقاو والو. عندك شي حد من العائله هنا ساكن معاه؟ عندي سيدي خالي راه هو في هذاك البيت، واحد الدار جات الدار وراه دارهم تما فين تيجلس. ومشاو تيدقوا عليه لقاوه باقي ناعس. فيقوه انوض الشريف كدير
بغينا نشوفوا شنو عندك تما. او ملي دخلوا لقاو مفاجاه، لقاو الدار عامره بالاثاث، الطباصل ديال البارابورات، الميدان، الزرابي، الحوايج هكذا. ولقاو ان كاع داكشي اللي سرق هذاك السيد راه ما باعوش، خلاه غير في الدار. والناس ديال الدوار بداو تيهضروا ملي خرجوه، داروا ليه ملي الجندارم داروا ليه المينوطو خرجوه، الناس ديال الدوار بداو تيهضروا واش هذا هو الشفار؟ ما يمكنش هذا السيد هذا، راه يلاه جلست معاه البارح وتنهضروا على هذا الشيء وقالت معنا وما تشكش فيه وما تيعاودش لينا وكذا، والله يعمر هذا كيفاش هذا هو واش. والعجب الناس طاح ليهم العجب، تصدموا كلشي تصدم، صغير والكبير. اللي هضرتي معاه تيقول لا اله الا الله، دايرين الناس يديهم على راسهم واش هذا هو الشفار. سبحان الله، كاينين شي مجرمين ولا شي لصوص راه ما تشكش فيهم نهائيا. ملي تيعاود الناس كيفاش كيسرق هذاك الشيء قال لك تيجي مع ديك الجوج ديال الليل تاع ديك الفتره فاش تيكون النعاس شاد في عباد الله. وديك الساعات تقريبا غتكون شي 2001 و2002. الناس ما كاين لا تليفونات لا والو، تيخدموا في الفلاحه والام وتيجيو في الليل عيانين طيحوا كينعسوا. اذا ديك الجوج ولا ديك بين الجوج وثلاثه كيجي عند الناس كيلقاهم مدقدقين، كيشد فيهم ديك النعاس الاولاني، كيطلع للسطح. كان شي بارابور كيحيدوا، كان شي تريكوات، شي ملابس مشاو، شي حوايج لما تيهزهم. قال لك في الديور ديال هاد الناس اللي ما تيكونوش تيمشيو لفرنسا اش كيدير؟ كيمشي كيدبر على شي ساروت كيحل بها الباب هذيك الجوج ثلاثه، كيطلع كيهز هذوك الزرابي كيديرهم للشرجم ما يخرجش الضوء كاع من برا، كيدير الزرابي للشراجم وكيشعل الضوء وكيسرق وتيجمع داكشي على خاطرو. داكشي كامل كيديروا في ميده، في وسط الميده ما بين الرجلين ديال الميده، وتيجمعوه وكيلوي عليه القنبه وكيهزو تيديروا في الموتور ديالو وتيديه للدار حتى واحد ما كيشوف. وهنا الدار كما كيقدموه كما تنقولوا النيابه العامه غادي تقدموا المحكمه، والمحكمه غادي تحكم عليه ب8 سنوات لانه عنده سرقات كثار، ماشي عنده غير سرقه واحده ولا عنده بزاف ديال السرقات، وروع المدينه لمده تصل تقريبا من العام، والدرك الملكي كيقلبوا عليه. هنا غادي نرجعوا للعبره ديالنا من هاد القصص هادو اللي تنطرحوا السؤال ماذا لو ان هذاك السيد مشى يخدم يعني 50 درهم، مشى جاب 50 درهم احسن ليه من داكشي كامل اللي جمع في الدار، ما باعوا ما نفعوه هو، ما تنفعوا به الناس. ماذا لو ان هذاك السيد دبر على راسو، مشى الخدمه تيخدم غير ب 50 درهم كما قلنا، ولا دار شي مشاريع وبدا تيطوروا شويه بشويه حتى يسهل عليه الله. اما هذه السرقه، حيتاش السرقه راه تتروع عباد الله، ما يمكنش انت كتمشي تسرق لواحد تحيد ليه هذاك الشيء باش تعيش انت. هنا فيه السرقه فيها شويه ديال الانانيه اللي ما مزياناش، كما بغيتي الخير راسك بغيه لهذاك الناس باش حتى الله يسهل عليك. الى هنا تنتهي قصتنا لهذا اليوم، وهي قصه اخرى.